أنتِ تعرفي بقى لو جبتِ بصلتين وقطعتيهم جوانح ومسكتيهم بقى دعكتيهم بإيدِك كده مع شوية توابل، هتعملي وصفة هتبطلي تشتريها خالص من برّه. كالعادة يا بنات ما تنسونيش من دعمكم بلايك وشير على الفيديو، يالّا نسمي ونصلي على رسول الله. أول حاجة كده أنا جبت الصينية بتاعتي حطيت فيها بصلتين مقطعاهم جوانح بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، حطيت عليهم ملح وحطيت عليهم فلفل وحطيت عليهم بهارات فراخ وحطيت عليهم كمان ال7 بهارات. أي بهارات بقى بتحبيها حطيها في الوصفة بتاعتنا دي. هنمسكهم بقى ندعكهم كويس جدًا بإيدينا كده، لغاية أمّا ندخّل التوابل كده مع البصل وتحسي كده إن البصل نزّل مَيّته. ادعكي بقى فيهم جامد كده. بس كده، هنعمل الخطوة دي ونركنها بقى على جنب. هنجيب بقى الخلاط بتاعنا وهنجيب هنا بصلاية وطماطماية وقرنين كده من الفلفل وتومة، فصين من التوم وليمونة، عصير ليمون، وهنحطهم كده في الخلاط وهنبتدي نعصر عليهم الليمونة بتاعتنا دي ونشيل منها طبعًا البذر. وهنحط برضه التوابل اللي إحنا حطيناها في البصل، بس زوّدي هنا بس إيه معلقة كده من السكر. تمام كده. هنبتدي بقى إن إحنا نخلط الكلام ده كويس مع بعضه، بس حُطّي كده إيه، يعني حاجة بسيطة من المَيّة، معلقتين 3 كده من المَيّة، وحطيت معلقة كمان كبيرة كده من الصلصة. أخلطهم بقى في الخلاط لغاية أمّا ينعموا معايا. جِبت هنا الفراخ بتاعتي بقى على حسب بقى عدد أسرتِك، وعلى حسب بقى جايباها فرخة كاملة، جايبة نُص فرخة على حسب بقى عدد أسرتِك، وهتبتدي بقى إن أنتِ تعملي فيها فتحات بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. أهم حاجة بقى في الورك كده لازم تشيلي منها الحتة دي علشان بتخلّي الفراخ معاكِ زفرة، وده اللي بيخلّي معاكِ الفراخ كده ريحتها مش حلوة وبتكون زفرة معاكِ. شيلي بس اللي هي الحتة اللي هي بتبقى في الورك دي، حتة حمرا كده بتبقى في الورك، بُصّوا اللي هي دي. شيليها بقى واغسليها كويس وحُطّي لها كده ليمونتين وحُطّي عليها شوية مَيّة وسيبيها تتنقع معاكِ شوية. تمام كده، سيبيها بس شوية كده تتنقع معاكِ لغاية أمّا الزفارة اللي فيها تروح خالص. بس كده هاشيلها واصفّيها خالص من المَيّة بتاعتها. هابتدي بقى أجيب البصل اللي إحنا عملناه وأرُص فيها الفراخ الحلوة بتاعتي دي، وبعد كده هاقول لكم بقى هنعمل إيه. أهم حاجة تصفّي الفراخ كويس علشان ما يبقاش فيها أي زفارة. حطّي بقى الخضار اللي أنتِ عايزاه. أنا هاحط بس هنا شرايح من الطماطم وشرايح من الفلفل، حابة تحطّي بطاطس بس في بطاطس كده شرايح تحت الفراخ ما فيش مشكلة. هنحط بقى عليها الخليط اللي إحنا عملناه في الخلاط بالشكل ده. وهنا بقى معلش أنا ما كانش عندي جوانتات فاشتغلت كده بإيدي. فبس كده هتدخّلي بقى الخلطة بتاعتِك كده في قلب الفراخ بتاعتِك لمّا تتشرّب كلّها كده من كل الجوانب، من تحت ومن فوق كده، وضبّطيها وخلّي الحشوة تدخل فيها كلّها. كان عندي هنا معلقتين كده من الصلصة كنت مفضّلاهم من صلصة المكرونة، هاورّيها لكم بقى ساعة التقديم كده، واورّيكم المكرونة بتاعتي، فحطيتها على وش الفراخ كده عشان لمّا تدخل الفرن تتحمّر كده وتبقى شكلها حلو. دي كانت صلصة طماطم، قصدي صلصة مكرونة، شِلت منها معلقتين كده عشان أحطهم على الوش. بس كده بقى أحطها في الفرن لغاية أمّا تستوي وتاخد معايا اللون الحلو اللي أنتم شايفينه ده. شكلها بقى كده مكرمل وطعمها زي العسل. بصوا شكلها حلو إزاي، واخدة لون الشوي كده وهتبطلي خالص تشوي الفراخ دي برّه. سيبيها بقى كده غطّيها، بعد ما تدخّليها الفرن غطّيها، يعني مش على طول كده تدخّليها من غير غطا لأ، لازم تغطّيها وبعد كده في الآخر كده بقى تكشفيها، تشيلي الغطا وبعد كده تسيبيها بقى لمّا تتحمّر من على الوش. عايزة أقول لكم دايبة كده وزي الزبدة. بصوا اللحم بتاعها عامل إزاي، والطعم يا جماعة في حتّة تانية خالص. جرّبوا التتبيلة دي للفراخ المشوية علشان بجد هتتوهموا من طعمها، خطيرة. بصوا اللحم دايب خالص إزاي، شكلها بجد يفتح النفس. عملت بقى معاها كده شوية مكرونة بالشعرية، مش عارفة أنتم عارفين المكرونة بالشعرية والّا لأ، بس هاوريها لكم دلوقتي. اللي عارف المكرونة دي بقى يقول لي في الكومنتات، واللي أول مرة يشوفها يقول لي برضه. بصوا شوية مكرونة كده زي العسل، لو عايزين الطريقة بتاعتها قولوا لي وأنا أعملها لكم في فيديو تاني. بصوا ما شاء الله حمرا إزاي وتحفة. دي مكرونة الأفراح كانوا بيعملوها زمان في الأفراح، بس إحنا كده متعودين إن إحنا بنعملها. أكتركم يعني بيعمل المكرونة بالصلصة العادية، بس إحنا بنحبها كده نعملها بالشعرية.
وشوية بقى معاها شوية مكرونة وشوية الفراخ اللي إحنا عملناهم، أكلة كده زي العسل، عايزة تاكليها بعيش وطحينة براحتك خالص. يا رب يكون عجبكم الفيديو يا بنات، ما تنسوش تدعموني بلايك وشير واعملوا متابعة للصفحة، واشوفكم إن شاء الله على خير، مع السلامة.